تكريس العقدة. الهلال السوداني يكرس عقدته أمام النادي الأهلي ويفوز 1-0 في السودان. الأهلي لا يعرف الفوز على الهلال السوداني في السودان طوال تاريخه. وكمان الهلال بيعيد فوز غاب عنه 16 سنة عندما فاز على الأهلي في السودان 3-0 في جيل أبو تريكة ووائل جمعة. النهارده الهلال بيبدأ بخطوة جديدة في المجموعة، بقى عنده 3 نقط خلف المتصدر سان داونز. الاهلي بقى الضغط عليه اكتر لانه اتغلب اول ماتش، فمحتاج ان هو هيلاعب سان داونز رايح جاي. وكمان الماتش بتاع القطن الكاميروني اللي هو تم تأجيله. انا شايف ان الاهلي ما راحش السودان النهارده ما قدمش اي شيء، وهدف المباراة النهارده كان من خطأ ساذج ما يخش في لاعب صغير السن من محمد الشناوي. اي نعم هو صد ركله جزاء وأعاد الفريق تاني، لكن الاهلي لم يصل الى السودان. كولر انا من وجهة نظري يتحمل هذه الاخطاء، خصوصا ان في لعيبه كتيره كانت موجوده في الملعب ما لهاش وجود، والتغييرات تاخرت كثير. المفروض ان انت اول ما يخش فيك اهداف تبدا تغير عشان ترجع للماتش. الاهلي حط نفسه كالعاده في بدايه مش حلوه خالص. عمر الاهلي ما بيعمل في نفسه كده انه يبدا المجموعات بهزيمه، ولكن الاهلي قادر على التعويض. مباراة الفيصل اللي انا شايفها في الموضوع ده ان الهلال والقطن، لو الهلال قدر يكسب الماتشين بتوع القطن الكاميروني هيصعب المهمة على الاهلي وهيبقى منافس قوي جدا على بطاقة التأهل الثانية، لان صن داونز انا شايف ان هو بالفعل حجز البطاقة الاولى.